من واقع ما قدمه الدفاع من مستندات وأوراق، وليس أدل على ذلك ما تضمنته وقائع هذه القضية، فلقد ثبت للمحكمة واستقر في عقيدتها يقينا أن هناك من بين المتهمين من ارتكبوا جرائم توافرت أركانها القانونية من واقع أدلة مادية وقرائن تمثلت في تقارير فنية وشهادة شهود وضبط متهمين متلبسين حال ارتكابهم بالجريمة، بل وفي إقرار بعض المتهمين بتواجدهم في المسيرة التي توجهت صوب قسم شرطة العرب لاقتحامه، وإقرار البعض الآخر بالتطوع في تلك الجماعة للتدريب على العنف والقتال. كما يؤكد ذلك أيضا قيام أهالي مدينة بورسعيد الباسلة بضبط بعض المتهمين وهم يعتدون على المحلات والسيارات الخاصة المتواجدة بمحيط قسم شرطة العرب، وكذلك ضبط سيارة كان يقودها أحد المتهمين وبها عبوات وزجاجات مولوتوف. كما ثبت للمحكمة أيضا من محاضر ضبط بعض المتهمين وتفتيش منازلهم العثور على أوراق ومكاتبات ومقالات واسطوانات مدمجة، وجميعها تحمل عناوين منها برنامج معسكر تدريبي لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، توجيهات تربوية لعناصر الإخوان المسلمين خلال أحداث الثورة، وموقف جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة ما بعد الثورة، مذكرات بعنوان تفعيل العمل المسجدي وتفعيل نشاط جماعة الإخوان المسلمين داخل المساجد، مذكرة بخط اليد مكونة من 94 صفحة بعنوان الإخوان المسلمين في بورسعيد، ومذكرة أخرى بخط اليد تتضمن استراتيجية الإخوان المسلمين في الاستيلاء على الحكم، وأوراق أخرى تتضمن رسائل إلى الإخوان المسلمين حول الدعوة لإصدار إعلان دستوري.